السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم في البيت الكبير مع فزورة جديدة من فوازير عم محروس حول العالم. كل يوم رحلة جديدة ومعلم جديد وتحدي جديد يخليك تفكر وتبحث وتشارك الإجابة معانا. فزورتنا النهاردة هتاخدنا في رحلة في قارة أوروبا، وبالتحديد رايحين فين؟ لا، ما احنا لو قلنا هتعرفوا الإجابة. يلا بينا الأول نعرف إجابة الفزورة اللي فاتت أو المعلم اللي احنا سألنا عليه امبارح، ونشوف أسماء اللي حلوا الحل الصحيح. يلا بينا. حل فزورة امبارح كان تمثال المسيح الفادي بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، وكان التمثال بيقع على جبل كوركوفادو، وبيعد التمثال رمزا للمدينة وأيقونة لها، ويعد أيضا رمزا للبرازيل كلها وللمسيحية في العالم أجمع. اللي صمم التمثال ده الفنان البرازيلي هيتور دي سيلفا، وقام بتنفيذه النحات الفرنسي باول لاندويسكي. واللي قالوا الحل الصحيح معانا، يلا بينا نشوفهم مين هما. يلا بينا. ودلوقتي يلا بينا نشوف حضراتكم قلتوا ايه في التعليقات. اللي جاوبوا الإجابة الصحيحة: قناة كروشيه ويوميات أم عبده، يوتيوبر أم عبده، قالت هذا التمثال بيقع على قمة جبل كوركوفادو من مدينة ريو دي جانيرو في دولة البرازيل بأمريكا الجنوبية. وقالت ارتفاع الجبل الذي يقف عليه التمثال حوالي 710 متر فوق مستوى سطح البحر. ربنا يعزك يوتيوبر أم عبده. قناة الكلام الجميل، يوتيوبر احمد قال مساء الخير يا برنس. مساء الفل يا يوتيوبر احمد. قال هو تمثال المسيح الفادي في البرازيل، وبيقول لي قول لي يا برنس هو مين عم محروس. اسال زمايلنا القدام اللي حضروا اول فيديو، مش السنه اللي فاتت، السنه اللي قبلها، مع بدايه اول فوازير فانوس عم محروس، حكينا القصه يوتيوبر احمد. يعني عندي يوتيوبر مروه بنت فتحي بنت عز، يوتيوبر مروه بتقول سؤال صعب شويه، هو تمثال المسيح الفادي بيقع على قمه جبل كوركو فادو وبالبرازيل، وهو صعب على فكره. وضحكت، تسلم ضحكتك يوتيوبر مروه. قالت بس هعديها المره دي عشان خاطرنا، معلش هعديها. لسه نفسنا طويل. وبتضحك. بس طبعا سؤال مهم ومعلومات ضروري نكونوا عارفينها. عندي قناة مروة بنت عز، يوتيوبر مروة، بتقول سؤال جميل، هو صعب شوية أو ممكن نقول إن معلوماتنا مش كفاية، بس أهو دينا بنتعلم وبنتذكر مع حضرتك. وقالت نسيت أترك الشخصية، هو تمثال المسيح الفادي بالبرازيل. ربنا يعزك يوتيوبر مروة. عندي قناة مطعمي جنة نونو، يوتيوبر مها بتقول تحياتي لك يا برنس، كل سنه وانت طيب وانت طيبه يوتيوبر مها، وربنا يخليك ويعزك يا رب. وقالت ربنا ما يقطع لك عاده ابدا، ودايما تسعدنا بفوازير عم محروس. وحل النهارده هذا التمثال الضخم يوجد في مدينه ريو دي جانيرو في دوله البرازيل بامريكا الجنوبيه على قمه جبل كوركوفادو. ربنا يعزك يوتيوبر مها، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. عندي قناة لبنى عبد العزيز، يوتيوبر لبنى عبد العزيز بتقول على بالي اقطع الحتة دي. قناة لبنى عبد العزيز، يوتيوبر لبنى عبد العزيز، قالت هو تمثال المسيح قناة لبنى عبد العزيز، يوتيوبر لبنى عبد العزيز، قالت هو تمثال المسيح الفادي في ريو دي جانيرو في البرازيل. وقالت يسعد صباحك يا برنس، يسعد صباحك ومساكي ويجعل ايامك كلها سعاده يوتيوبر لبنى. قناه نصائح عامه، يوتيوبر نصائح عامه، قالت تمثال المسيح كل سنه وحضرتك طيب وبخير، رمضان كريم، الله اكرم، ربنا يعزك وكل سنه وانت طيبه يا ست الكل. عندي بقى قناه سهام من قلب الجزائر، يوتيوبر سهام برزيز الجزائر، بتقول تعرف يا اطيب خلق الله لم تصلني اشعارات فاتت كتير، يعني تقدر عايزه تقول يعني ان في فيديوهات كتير فاتتها. قالت منور يا برنس بيت العيله الكبير، رمضان كريم مبارك، كل سنه وانت طيب. يلا بينا نشوف لوجو القنوات اللي حلت الحل الصحيح. يلا بينا.
وجه معدى دلوقتي مع فزورتنا النهارده، وان شاء الله بمشيئة الرحمن تحلوها وبسرعة. المعلم اللي احنا هنتكلم عنه النهارده ده مكان عمره اكتر من 2000 سنة. مكان كان بيشهد اقوى واعنف المعارك بين المصارعين، واحيانا كانوا بيدخلوا يحاربوا فيه ضد حيوانات مفترسة قدام آلاف المتفرجين. المكان ده كان ساحة عرض ضخمة بيتسع لأكثر من 50,000 شخص. أنا من حجر ضخم جدا لدرجة إنه لحد النهاردة رغم الزلازل والحروب والتدمير الجزئي لسه واقف وبيحكي تاريخ الإمبراطورية الرومانية. المعلم بتاع فزورتنا النهاردة لو هتمشي جواه هتحس إنك رجعت بالزمن، زمن الملوك والمصارعين، وفي وسط المدينة التاريخية موجود هذا المعلم كرمز للقوة والعظمة القديمة. السؤال بقى، ايه اسم المعلم ده وفي انهي مدينة موجود؟ اكتب اجابتك في التعليقات وما تنساش الشير واللايك. نشوفكم بكرة في فزورة جديدة ومعلم جديد مع عم محروس حول العالم.